عليكم متابعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، وشير لتقاسم الفيديو فيما بينكم. وصفة اليوم هي رائعة جدا، هي وصفة تخص تبييض الأسنان. سبق وقدمت العديد من الوصفات الرائعة جدا لتبييض الأسنان دون أذيتها. وصفة اليوم هي أيضا لا تقل عن سابقاتها، فهي أيضا وصفة تعمل على تبييض الأسنان وعلاج اللثة الملتهبة والتخلص من رائحة الفم الكريهة. تعطي تبييض رائع، تعطي نفس منعش، وأيضا تعمل على قتل البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة. إذا لعمل الوصفة سأحتاج إلى زيت الكوكو. زيت الكوكو من الزيوت الرائعة جدا سواء للبشرة أو للعناية بالأسنان، فهو يحتوي على كميات عالية جدا من الكالسيوم الذي يحافظ على صحة الأسنان وعلى قوتها، كما أنه يقضي على البكتيريا الضارة العالقة بالفم. ثم لدي قشور ليمونة حامضة مجففة. إذن سأستعمل هنا الليمون الحامض لكن بطريقة مختلفة عما يروج في الوصفات الأخرى. في الوصفات الأخرى يستعمل الحامض وهو قوي جدا على الأسنان لأنه مادة حمضية قوية جدا وتقوم بالإضرار بمينا الأسنان. أنا سأستعمل القشر فقط للاستفادة من مزاياه دون إلحاق الضرر بالأسنان. ولدي أيضا هنا أكباش القرنفل أو أعواد القرنفل، هي رائعة جدا للفم وتستعمل في العديد من المنتجات الخاصة بتنظيف الفم الكيماوية. إذن سنستغلها في صنع هذا المعجون طبيعيا، هي رائعة جدا وتعطي نفس منعش. ثم سأحتاج عنصر رائع جدا وهو عود الأراك. إذن لدي هنا أعواد أراك. نعرف أنه عود الأراك أو المسواك يقتل الجراثيم الموجودة بالفم، يعالج نزيف اللثة نظرا لاحتوائه على مواد قابضة، كما أنه يقوي اللثة جدا، كما أنه يزيد من بياض الأسنان بشكل رائع، يحمي الأسنان أيضا من التسوس، كما أنه يقوي الشعيرات الدموية المغذية للثة ويمنع حدوث الالتهابات، كما أنه يزيد رائحة الفم الكريهة نظرا لاحتوائه على مواد عطرية تطيب رائحة الفم. كما أن عود الأراك يمتاز بخاصية رائعة جدا وأنه يحتوي على بيكربونات صودا طبيعية جدا، عكس التي نستعملها والتي تروج في بعض الفيديوهات عن استعمال بيكربونات الصودا مباشرة على الفم. أن الأناس الذين استعملوا بيكربونات الصودا في الوصفات وداوموا عليها لاحظوا بعدها مشاكل في الأسنان وفي اللثة. هي قوية جدا على اللثة ولا ينصح أبدا بوضعها في الفم، وحتى إن استعملت تستعمل قليلا جدا لأن المداومة عليها تقوم بالإضرار بمنع الأسنان وبتآكل الطبقة الواقية للأسنان. ولدي عنصر آخر وهو الطين الأبيض. الطين الأبيض يعطي الأسنان بريق ويزيل البقع الصفراء نتيجة التعرض طبعا لما نشربه من مياه غازية، قهوة، شاي، كما أنه يقوي اللثة ويزيد كما أنه عنصر كانت تستعمله كليوباترا في وصفاتها لتبييض الأسنان. إن كنتم لا تتوفرون على هذا العنصر يمكنكم الاستغناء عنه، وإن توفر فهو رائع جدا وسيضيف الكثير للوصفة. إن كنتم لا تتوفرون عليه فهو اختياري، لكم الاختيار. إذن لنمر إلى طريقة تحضير الوصفة. إذن سأخذ مطحنة كهربائية. إذن تلزمني مطحنة كهربائية سأضع فيها المكونات. سأضع أولا قشور ليمونة حامضة إضافة إلى أكباش قرنفل ما يقارب 10 أكباش، وطبعا سأضيف الأعواد، لكن قبل ذلك سأقوم بتقطيعها. سأحتاج إلى سكين ثم سأقوم هكذا بتقطيعها.
حتى يسهل طحنها في المطحنة. إذا قمت بكسرها بيدي حتى أقوم بتقطيعها إلى أطراف صغيرة حتى تطحن جيدا. إذا الآن قمت بوضع جميع المكونات في المطحنة، الآن سأقوم بطحنها. إذا هذه هي المكونات بعد طحنها. سأقوم الآن بغربلتها للحصول على مسحوق ناعم. إذا بعد غربلة المكونات كلها حصلت على هذا المسحوق أو البودرة. يجب أن تكون ناعمة جدا حتى نحصل على قوام معجون أسنان. يجب أن يكون رطب جدا حتى لا يجرح الأسنان. كما أن رائحته رائعة جدا، ستجربونه بأنفسكم وسترون كم هو رائع. إذا الآن سأضيف المكونات الأخرى. سأضيف الطين الأبيض كما قلت هو اختياري، إن كنتم تتوفرون عليه يمكنكم إضافته، وفي حال لم يكن يمكنكم الاستغناء عنه. سأضيف ملعقتين منه صغيرتين، يعني ملعقة كبيرة. وبعد ذلك سأخلط المكونات بزيت جوز الهند. كما أنكم يمكنكم الاحتفاظ بالمكونات هكذا، يعني معجون أسنان جاف، تقومون بغمس الفرشاة في هذا المعجون وتنظيف الأسنان به أيضا، هذا ممكن. وإن أردتم أن يكون على شكل معجون، وإن أردتم أن يكون عبارة عن معجون، سنقوم بإضافة زيت جوز الهند للخليط. سأضيف أيضا، يعني عملت ملعقة، الآن سأضيف ملعقة أخرى وأخلط المكونات. إذا كما تلاحظون هذا هو معجون الأسنان الذي حصلنا عليه. رائحته رائعة جدا، رائحة جوز الهند وأيضا القرنفل زكية جدا. إذا تأخذون فرشاة الأسنان وتغرفون يعني القليل، تأخذون القليل هكذا كما لو أنكم تأخذون معجون الأسنان، يعني الذي تعودتم غسل أسنانكم به، وتقومون بفرش الأسنان.
جيدا بهذا المعجون وستلاحظون نتائج رائعة. أولا يبيض، وثانيا ينعش رائحة الفم، وثالثا يقضي على التهاب اللثة، ويقضي أيضا على احمرارها ويجعلها وردية ورائعة جدا. كلها مكونات رائعة لصحة الفم والأسنان، يمكنكم المداومة عليه دون الخوف منه، يعني دائما تستطيعون التنظيف به، فهو رائع وسيعطيكم نتائج رائعة وستلاحظون الفرق بأنفسكم. أنا شخصيا أستعمله وأفرش به أسناني دائما، وجربت الوصفات السابقة التي سبق وضعتها أيضا، استعملتها طبعا على أسناني. خليط الفحم وزيت جوز الهند رائع جدا ويعطي تبييض أكثر من رائع، ويسحب أيضا الرائحة الكريهة من الفم. يعني كلها وصفات ممتازة للاعتناء بالأسنان. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو. شاركوا مع أصدقائكم وتقاسموه معكم لتعم الفائدة، ولتجربوا الوصفة جميعا، ولتحصلوا جميعا على أسنان رائعة بيضاء وابتسامة ساحرة. إن أردتم الوصفة زوروا موقعنا مفتاح الحياة، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك، وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.